بص يا جماعة، عمرك حسيت إنك عايش في فيلم؟ يعني تبقى نايم وتحلم إنك بتطير أو بتجري في شارع غريب أو بتقع من مكان عالي وفجأة تحصل ولا كأن حاجة من دول حصل. الغريب بقى إن دماغنا هي اللي بتألف الفيلم ده وإحنا نايمين، وده اللي بنسميه أول ما نصحى بالأحلام. العلماء بيقولوا إن في مرحلة في النوم اسمها الري، جسمك بيكون في وضع سكون بس دماغك عامل زي الكمبيوتر شغال على طول. في الوقت ده الحلم بيتكون. العلماء بيقولوا إنك بتحلم في اليوم من 4 ل5 مرات، بس بتنسى أول ما تصحى من أول دقيقة في النوم. تيجي السؤال المهم هنا، ليه احنا بنحلم اصلا؟ فين اللي شايف ان الاحلام دي بروفا للحياه، دماغك بتحطك في مواقف عشان تجهزك ليها، وفي اللي بيقول انها وسيله ترتيب وتنظيف للدماغ، يعني دماغك بيلم حاجات من يومك ويعيد تشكيلها تاني. في اللي شايف انها طريقه لتفريغ اي ضغط او خوف او اي حاجه مدفونه جواك، دماغك بتطلعها على هيئه حلم او كابوس. ونيجي هنا لحته مهمه، يعني ايه اصلا كوابيس؟ الكوابيس مثلا معظمها بتيجي من توتر او حتى من اكله تقيله قبل ما تنام. كمان الأطفال بيشوفوا كوابيس أكتر من الكبار علشان لسه الجهاز العصبي بيتكون عندهم. في نوع غريب من الأحلام اللي بيتحقق، ناس بتقول لك أنا شفت الحتة دي حصلت قبل أصلا ما تحصل في الواقع. العلماء بيشوفوا إن ممكن تكون دي صدفة، بس الغريب إن في دراسة أمريكية قالت إن تلت الناس جربوا الإحساس ده قبل كده مرة واحدة. وفي كمان حاجة اسمها الأحلام الوعي، يعني أنت جوه حلم وعارف إنك في حلم ممكن تتحكم في اللي بيحصل لك. في ناس بتتدرب عليها وبتحصل التجربة دي بشكل متكرر. هنا بيجي السؤال المهم اللي بسأله نفسي على طول، هو ممكن نكون كلنا عايشين في حلم أصلا؟ ممكن كلنا نصحى من النوم نلاقي نفسنا عايشين في حتة تانية في مكان تاني؟ العلماء بيقولوا لا. طب ليه العلماء بيقولوا لا؟ لأن الواقع اللي احنا فيه ثابت، قوانينه ما بتتغيرش. لكن لما بتبقى في حلم تحس بحاجات غريبة، حاجات بتتحرك، بتلاقي نفسك طاير. الحاجات دي مش ثابتة، ملهاش قوانين، وده اللي بيخليهم متأكدين إن احنا في واقع مش في أحلام. بس اسمحوا لي هنا أقف معاكم وقفة بسيطة جدا. احنا مشكلتنا مش في الاحلام اللي بنشوفها واحنا نايمين، احنا مشكلتنا في الاحلام اللي بنشوفها واحنا صاحيين. ممكن تفضل طول عمرك تجري ورا حاجه فاكر انها تسعدك، او تتعلق بحد كأن الدنيا واقفه عليه، وبعد سنين تكتشف ان كان ده كله حلم صاحي. مشهد طويل اتقفل، تلاقي نفسك بتسأل سؤال، هو انا كنت في حلم ولا كنت صاحي؟ احنا ساعات بنعيش في اوهام، في تصورات جوه دماغنا، ونتعامل معاها كأنها حقيقه. وده أخطر بكتير من حلم الليل، لأنه أنت نايم على الأقل بتصحى، لكن وأنت صاحي ممكن تفضل سنين غرقان في حلم وأنت مش واخد بالك. وعلشان كده إحنا مش محتاجين حد يفسر لنا الأحلام اللي بنشوفها وإحنا نايمين، إحنا محتاجين حد يفسر لنا الأحلام اللي بتحصل لنا وإحنا صاحيين. نفهم نفسنا، نفهم أحلامنا اللي بالنهار، ونسأل نفسنا، هو ده واقع ولا مجرد أحلام إحنا محبوسين فيها؟ نرجع تاني لموضوعنا ونروح لأشهر حلم الناس كلها بتحلمه، إنك تقع من مكان عالي. أظن إن كلنا مرينا بالمشهد ده أو بالحلم ده، أنت نايم وفجأة تحس إنك بتقع، تصحى مفزوع كأنك واقع من مكان عالي وقلبك بيدق. اللي بيحصل هنا إن جسمك وهو نايم بيفقد التوتر ويسترخي، والمخ يفتكر إنك بتقع، فيبعت إشارات سريعة للعضلات عشان تتحرك فجأة. تلاقي نفسك اتفزعت من على السرير مرة واحدة، ودي اسمها الرعشة النومية. الأحلام في الآخر هتفضل غامضة، سر مش مفهوم، ممكن تبقى مجرد صورة عشوائية، ممكن تبقى مراية صغيرة بتكشف اللي جوانا. بس اللي أهم من كل ده إننا ناخد بالنا من أحلامنا واحنا صاحيين، لأن ساعات كتير الأحلام الحقيقية مش بتيجي واحنا نايمين. الحلم الحقيقي اللي هو بنعيشه بالنهار احنا فاكرين إن هو حقيقة. بص حواليك كده، يمكن وأنت بتسمعني ما تكونش صاحي أصلا، تكون نايم وبعد شوية لسه هتصحى وتكتشف إن كل اللي حكيناه ده كله كان حلم. لو كنت وصلت لحد هنا فما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.